السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود سمير أمرة، امتياز علاج طبيعي. النهاردة فيديو جديد وبرؤية جديدة، يعني لون جديد. هتكلم النهاردة عن تنس إلبو. هو موضوع صغير طبعا، ولكن يعني دي تجربة. لو الفيديو جاب مشاهدات أو جاب تفاعل من الناس، أو الناس أعجبت بالنوع ده من الفيديوهات، هنكمل بالنوعية دي. لو على النقيض العكس، الناس ما عجبتش بيها، يعني هنكمل زي ما كنا ماشيين قبل كده. وممكن لو يعني الشكل النظام ده عجب الناس، ممكن نكمل قارولين برضو بنفس الكلام. هنتكلم النهارده على التنس إلبو. هو موضوع صغير، ولكن احنا هنذكر كل حاجة في الموضوع بتاعنا، يعني على الرغم ان هو موضوع صغير وطريقة مبسطة، ولكن احنا هنقول كل حاجة، لان شعار القناه بتاعتنا اسمه كومبليت جايد سيستم. فما ينفعش اطلع اقول لك تنس إلبو يعني كذا كذا كذا، تستخدم له الستريتشات والسينسات في التست بتاعه وتعمل له مش عارف ايه وخلاص. لا، ما ينفعش. انا ما بقتنعش بالحاجات دي. لا، احنا بناخده بطريقه مبسطه، وبنذكر كل حاجه برضه زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا عملت تشينج لكل حاجه، غيرت البرنامج اللي بكتب عليه. تمام. ده شغل الايديت ده، يعني كتابة البرنامج او كتابة المحتوى، كل ده متغير. حتى البرنامج اللي انا بعرض عليه دلوقتي ده مش ادوبي ريدر، لا، انا مستخدم برامج تانية. انا غيرت البرامج كمان، مش الطريقة فقط، لا، انا غيرت البرامج كلها. نبدأ بقى نشوف مع بعض اللاترال ايبيكوندلايتس او التنس إلبو. التنس إلبو والجولفرز إلبو ده بيبقى عبارة عن تندينوزس، تمام، بسبب ان في اوفر يوز لود زيادة. فاللود زيادة على مرحلة طويلة، فالاوفر يوز اللود العالي ده فبيؤدي الى تندينوزس وانفلاميشن في الكومون اكستنسور اوريجن. عندنا كومون فليكسور وكومون اكستنسور. كومون فليكسور ده بيطلع منه الفليكسورز بتوع الريست ومعهم الفينجرز، والكومون اكستنسور العكس، بيطلع منهم التندونز بتاعه الاكستنسور. تمام، هنشوفها دلوقتي على الرسمه. طبعا هو مش شرط علشان اسمه تنس إلبو يجي في لاعبي التنس بس، لا، هو ممكن يجي في اي شخص. تمام، وهنعرف دلوقتي. ولكن ده الموست كومون كوز، من اكتر الاسباب اللي بتجيب الالبو بين. تمام، واكتر طبعا في الدومينانت هاند. النون دومينانت هاند، يعني لو واحد بيكتب باليمين، الدومينانت هاند عنده اليمين. لو واحد بيكتب بالشمال، دومينانت هاند عنده الشمال. فاللي بيكتب بيها واللي بيشتغل بيها دي في لود زياده نازل عليها على طول، على العكس الايد التانيه مستريحه. تمام، ده بالنسبه للتاني نقطه. هنا زي ما قلت لك من شويه، هو مش شرط يجي في لاعبي التنس بس، ولكن لاعبي التنس بيجي، يعني بتاخد النسبه الاكبر حوالي 50% فما فوق. تمام. من ضمن الريسك فاكتورز، يعني المضارب التقيله بتاعه التنس. انت المضرب التقيل ده عشان يرفعه ويخبط بالكوره، ده محتاج منه لود اكتر. تمام. ممكن ده سبب التاني ممكن يكون الايد بتاعة التنس، المضرب مش كويسة، هو مش عارف يمسك المضرب كويس. ده سبب تاني. يبقى المضرب التقيل وincorrect grip size، هو مش عارف يمسك المضرب كويس، فده بيتطلب من اللاعب ان في لود زيادة يطلع منه. فعلى المدى الطويل اللود ده بيعمل اوفر يوز انجري، بيؤدي الى انفلاميشن في التندون في الكومون اكستنسور اوريجن. والميكانيزم دي مشهوره في اي اوفر يوز انجري. تمام، يعني هو مش شرط في الكومون اكستنسور بس، لا، اي اوفر يوز انجري بتنتج عن اللود اللي بينزل على فترات طويله، على مدى طويل. تمام، دي تاني نقطه معانا. مشهور اكتر معانا في الناس اللي بيستخدموا المعدات التقيله. المعدات التقيله زي الناس مثلا اللي بيحفروا في الطرق، ده ممكن يجيله كاربال تانل سندروم، ممكن يجيله تنس إلبو. الحاجات اللي بتستخدم
او الناس اللي بيستخدموا معدات تقيله عرضه اكتر انه يجيله تنس البو. مشهور اكتر في الايدج ما بين 35 سنه ل 50 سنه، ولحسن الحظ عشان ما حدش يزعل الميل بيكوال الفيميل، الستات زي الرجاله بالظبط. يبقى دلوقتي خدنا لحد دلوقتي تعريف التنس البو، وبيجي في الدومينانت هاند اكتر، وشويه ريسك فاكتور. ريسك فاكتور لاعب بيلعب تنس ولكن المضرب تقيل او مش عارف يمسك المضرب كويس، او الناس اللي بيستخدموا معدات تقيله. يعني تلخيص الكلام ده اي اوفر يوز لمده طويله لونج تايم. الباثوفيسيولوجي الميكانيزم زي اي ميكانيزم بتاعت اوفر يوز انجري، ده بتصيب اكتر اكستنسور كاربي رادياليس بريفيس، علشان السؤال ده اتسالته في سنه رابعه في الشفوي وما كنتش عارفه وقلت بريفيس كده وطلع صح الحمد لله، يعني ده لحسن الحظ يعني وكرم ربنا. تمام. يبقى بتصيب اكتر، او الاكستنسور كاربي رادياليس بريفيس هي بتاثر اكتر. تمام. بالبين او الحاله دي بريسبيتيتد اكتر باي ريبيتيتيف ريس اكستنشن وفور ارم برونيشن. ما هو الريبيتيشن ده هو اللي فيه المشكله، هو اللي بيعمل المشكله، هو اللي بيعمل بين، هو بيزود الانفلاميشن والسكه دي. تمام. فهو اي ريبيتيشن هيزود معاك. تمام. وطبعا هو كومون في التنس ولكن مش شرط تنس بس. تمام. بيحصل الباثو اناتومي ومعانا الباثو هيستولوجي. تمام. الباثو اناتومي هو بيبدا بالكسنسور كارباليس بريفيس. تمام. وبيحصل برضه بيصيب الكسنسور كارباليس لونجاس والكسنسور كاربي الناليس. تمام. يبقى هو بيمسك زي ما انت شايف كده اكستنسور، عشان كده بيضرب او يصيب كومون اكستنسور اوريجين. يبقى الماسلز اللي بتعمل اكستنشن هي المتاثره. يبقى اول ماسل بتاثر معانا اكستنسور كارباليس بريفيس، بعد كده اكستنسور كاربي رادياليس لونجاس، بعد كده اكستنسور كاربي الناليس. طبعا الباثو هيستولوجي لو انت جبت النسيج اللي فيه المشكله اللي حصل فيه تندينوزيس وانفلاميشن ده وحطيته فحصته هيستولوجي، هتلاقي الحاجات دي: انجيو فايبروبلاستيك هايبربليجيا دي يعني الخلايا زادت في الحجم، حصل لها هايبربليجيا. والكولاجين فايبرز لو انت فحصته برضه تحت الميكروسكوب او عملت له الترا ساوند، عملت له سونار، هتلاقي الكولاجين فايبرز ديس اورجنايز، يعني هي لها ترتيب معين، لا اتعكست. تمام. ده بالنسبه للباثوفيسيولوجي. تاني نقطه معانا ممكن يحصل معاه شويه حاجات. ممكن يحصل معاه راديال تانل سندروم، في حاجه اسمها راديال تانل سندروم وفي تارسال تانل سندروم او كاربال تانل سندروم تحت الميديان نيرف. تمام. معنى ان في او حصل راديال تانل سندروم يعني في شويه كومبريشن على الراديال نيرف، والراديال نيرف معدي بالجنب ده هنا كده، فهو ممكن يحصل او من ضمن الديفرنشال دايجنوزيس راديال تانل سندروم. يعني ممكن يبقى فيه الم في الحته دي كده وما يطلعش اساسا، ما يطلعش تنس قلبه، لا ممكن يطلع راديال تانل سندروم. ولكن في حاله الراديال تانل سندروم انت محتاج بقى تعمل اسسمنت للراديال نيرف وتشوف السنسيشن تحت والموتور تحت، وممكن تطلع في ديسك اساسا من فوق هو اللي مسبب لك الموضوع ده كله. تمام. البروجنوزس بتاع التنس قلبه بنسبه كبيره جدا 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 هي مش محتاجه عمليه، هي محتاجه علاج طبيعي وكونزرفاتيف تريتمنت. تمام كده. ده يعتبر كل اللي فات ده يعتبر انترودكشن للتنس قلبه. يبقى قلنا 3-4 نقط لحد دلوقتي. التنس قلبه بيضرب كومن كسنسور اورجن، بيضرب اكتر كسنسور كاربي رادياليس بريفيس. تمام. الاسوشيتد كونديشن ممكن يبقى راديال تانل سندروم. البريسبيتيتد فاكتورز الناس العرضة أكتر للتنس قلبه الناس اللي بيشيلوا معدات تقيلة وبيشتغلوا معدات تقيلة، والناس لاعبي التنس اللي بيستخدموا مضارب تقيلة، والناس اللي ما بيعرفوش أو incorrect grip size، هو مش عارفين يمسكوا المضارب كويس. الأناتومي الجزء ده بيطلع منه
في الاول طبعا كده احنا عايزين اكستنسور كاربرادياليس بريفيس اكريب واكريل، كونسنسور كاربرالاريز، كونسنسور جورم، كونسنسور ديجيتي مينيمي وانكونياس. كل الليله دي كلها بتطلع من الكومون اكستنسور اوريجين. وفي ليجامنت موجود هنا مش عايزينه دلوقتي، لاترال النر كولاترال ليجامنت. اهم حاجه الاناتومي او المسلز اللي طالعه في او طالعه من الكومون اكستنسور اوريجين. تمام كده. النيرف لسه قايلين من شويه في راديال، تمام، برانش من راديال نيرف بوستيريور انتروسيوس نيرف، تمام، ممكن ينضغط فيؤدي الى راديال تانل سيندروم. طبعا السيمتومز او البرزنتيشن بتاعتنا ده بقى الجزء المهم بتاعنا. البرزنتيشن في عندنا سيمتومز، في بين بيزيد اكتر مع الريست اكستنشن، وبيزيد اكتر واكتر لما تعمل له ريزيستنس للريست اكستنشن، ده في بين، تمام. بين مع الجريبنج اكتيفيتي، يعني انت لو مسكت حاجه تقيله او في يعني وزن تقيل انت جيت تمسكه او جيت تضغط على الكوره مثلا تلاقي بين، ده يدخل تبع التنس البو. والجريب سترينث، ما هو طبعا لو في بين يعني انت يبقى مسكه ايدك هتبقى فيها ديكريز او مش قادر تضغط كويس، تمام. ده بالنسبه للبرزنتيشن. سيمتومز يعني في بين لسكه البين، وفي موتور باور. الفيزيكال اكزامينيشن، لو انت جيت تعمل له بالبيشن او انسبكشن هتلاقي بين في الجزء بتاع ده اللاترال ايبيكوندايل، تمام. في بين او تندرنس في النقطه دي. لو انت حطيت صباعك وضغطت كده هو المريض بيجي يشاور لك يقول لك النقطه دي فيها مشكله، النقطه دي بتوجعني، تمام. فدي اول نقطه تبع البالبيشن، تمام كده. زي ما قلت لك برده هو الديكريز جريب سترينث. التستات يبقى البرزنتيشن سيمتومز دلوقتي عندنا بين وباور. البين ده في بين عند المنطقه بتاعه اللاترال ايبيكوندايل وبتزيد اكتر مع ريزيستد ريست اكستنشن، ده ريزيستد ريست اكستنشن، تمام. والباور ان الباور بتاعه الجريب بتقل. اول تيست معانا احنا عندنا تقريبا 4 تيستات. اول تيست معانا ده تيست اساسي اسمه التنس البو تيست او ريزيستد ريست اكستنشن. الخلاصه هو بيقول لك البيشنت بوزيشن، هو بيبقى المريض بيبقى واقف وعامل فول البو اكستنشن والفول ارم برونيشن زي ما انت شايف كده، وبعدين انا بحط ايديني الاثنين على الريست بتاع المريض وبخلي المريض يرفع يعمل ريست اكستنشن، وانا بريزيست الاكستنشن ده. لو الحركه دي سببت بين في الكومون اكستنسور اوريجين يبقى ده بوزيتيف ساين، يبقى تنس البو، تمام. هنبص على التست التاني في الاخر. تيست تاني اسمه كوزنز تيست. انا ممكن انزل الورق ده منفصل صور على الجروب، ولكن دي طبعا ملكيه فكريه، يعني اتمنى ما حدش ياخد الورق ده يشيل الفيزيوبيديك جايد ومش عارف ايه ويغيره، والا بقى احط لوجو على الجزء ده كله، يعني ده طبعا حقي. المهم كوزنز تيست، انت دلوقتي البيشنت بوزيشن، المريض بيبقى قاعد زي ما انت شايف كده، اكستنشن او شويه فليكشن كده بساط في القلبه، وعامل فور ارم برونيشن، انت شايف برونيشن، وعامل راديال ابدكشن يعني جاي للجنب، يعني جاي داخل كده شويه، تمام. يبقى دلوقتي هو عامل برونيشن وعامل راديال ابدكشن شويه كده، تمام، وعامل فيست بايده كده يعني مطبق ايده، تمام. انا بقى كثيرابيست هعمل ايه؟ هحط صباع كده عند اللاترال ايبي كوندايل، تمام، وبايد تانية هحطها على ايد المريض على الفيست بتاع المريض، تمام. دي رقم 2. التكنيك بيتعمل ازاي؟ انا هخلي المريض يرفع ايده لورا، تمام، هي دورسال فليكشن يعني اكستنشن زي اللي فوق ده بالظبط، تمام. ولكن بدل ما كان انا بحط ايدين اتنين كده هو بيخلي المريض يعمل فيست بايده كده. هو نفس المبدا، انا بعمل ستريس على الجزء ده لاترال ايبيكوندايل، بعمل ستريس على كستنسور كاربرادياليس لونجاس وكستنسور كاربرادياليس بريفيس، تمام. هو المريض بيبقى قاعد عامل برونيشن،
انا حاطط ايدي على ايده وبخليه يعمل اكستنشن. لو البين زاد بوزيتيف ساين بين في اللاترال ايبيكوندايل، ده كوزنز تيست. يبقى تنس البو تيست، كوزنز تيست. تمام. التيست التالت معانا اسمه ميلز تيست. في حاجه اسمها في التريتمنت اسمها ميلز مانيبيوليشن، هنشوفها في التريتمنت. في التيست ده المريض بيبقى واقف او قاعد، والبوزيشن بتاع المريض بيبقى في البو فليكشن زي ما انت شايف كده، وانا كثيرابيست بحط ايد على اللاترال ايبيكوندايل وايد لقدام. تمام. وبعدين باخد ايده اعمل لها برونيشن. هو طبعا هي هنا في الصوره باين لها برونيشن، يعني هي بدأ ببرونيشن، هو كأن يعني المريض هو اللي عامل برونيشن، ولكن انا اللي بعمله له بس مش مشكله. المهم يعني تمام، بعمل له برونيشن وبعمل له فليكشن في الريست، وبعدين باخده بقى في اكستنشن في الالبو. تمام. يعني عشان اوضحها لك اكتر، كانه بتعمل له ستريتش. يعني في التريتمنت هيبقى فيه ستريتش نفس البوزيشن ده، انا حاطط ايد كده وصوبع كده او ايد كده، وبعدين بخليه يفرد كوعه. يبقى الميلز تيست التاني هيبقى المريض واقف عامل البو فليكشن، وانا اعمل له برونيشن واعمل له ريست فليكشن، اخليه يعمل البو اكستنشن. لو في بين يبقى ده بوزيتيف ساين تنس البو. التست الاخير معانا اسمه مودسليز تيست. مودسليز تيست. تمام. التست ده هو يعني هو مقتصر بس على الجزء اللي هي ايه الثيرد ديجيت دي. تمام. نفس البوزيشن ده كده، ولكن بدل ما كان هو عامل فيست مطبق ايده، لا انا اخليه يفردها وريزيست الاكستنشن بتاعه الصباع اللي في النص ده. تمام كده. لو في بين زاد مع الريزيستنس للحركه دي يبقى عنده تنس البو، ولكن ده يعني هو بيستريس فقط الاكستنسور ديجيتورم ماسل. تمام. يعني التست ده بيستريس الاكستنسور ديجيتورم، الباقي كله كان اكستنسور كاربراليس لونجاس وبريفس. تمام. التست الاخير ده موسليس تيست بيستريس الاكستنسور ديجيتورم. تمام. ده بالنسبه للتستات، هنراجع عليها برضو في الاخر علشان لو حد وقع منه حاجه. الايميجينج. دلوقتي احنا عرفنا المرض ده ايه او الديزيز ده ايه، وعرفنا ايه بيحصل فين وامتى وازاي والكلام ده ونسبته قد ايه، وبيحصل اكتر في الناس اللي هم بيعملوا ايه، وعرفنا الاناتومي وعرفنا التستات وعرفنا السيمتومز. فاضل الايميجينج انفستيجيشن. هو طبعا في انفستيجيشن كتيره، ولكن يعني انا مش هقول لك روح اعمل له بايوبسي مثلا، يعني خد بايوبسي منه وحللها وهيستولوجي وكده، لا انا طبعا مش هقول لك كده. تعمل ايميجينج في اكس راي، البريفيرد فيو اي بي فيو لاترال فيو للقلبه. طبعا هو غالبا هتلاقيها نورمال، ولكن ممكن تشوف شويه كالسيفيكيشن في الاكستنسور ماسل. الاكستنسور ماسل ممكن تلاقي فيها شويه كالسيفيكيشن. هو طبعا مش محتاجه ام ار اي ورنين وكلام من ده، لا هي مجرد بس طبق الحاجات دي هتلاقيها بوزيتيف، يبقى ايه على طول تنس البو. تمام. وطبعا مع الهيستوري رقم واحد او اهم حاجه. الام ار اي لو انت عملت له رنين ممكن تلاقي فيها تندون ثيكنينج، التندون بقى يتخن شويه، التندون حصل له ديجنريشن، او تلاقي شويه اديمه، تلاقي شويه بياض كده في الصوره، تعرف اللي هي بقى ايه اكستنسور، تعرف اللي هي تنس البو. او تعمل له سونار، وده طبعا يعني ده طبعا يعني السونار ده رقم واحد، يعني اي حاجه تبع التندونز سونار. تمام. هتلاقي فيها هايبو ايكونيك، يعني الجزء بتاع التندون تلاقيه مسود شويه، قالب بلاك شويه. ده بالنسبه للايميجينج. اخر حاجه معانا تقريبا هي اخر حاجه معانا، نبص بس نشوف اخر حاجه ولا لا. التريتمنت ده المره الجايه عشان الفيديو ما يطولش. اخر حاجه وانا شايفها من اهم الحاجات اللي محدش بيعبرها، differential diagnosis. يعني في حاجات تانية ممكن شويه الام كده في منطقه ممكن يبقى لها اكتر من سبب. قلنا من شويه وذكرنا radial tunnel syndrome،
تمام. علشان تفرق الريديال تانل سندروم من الحاجات دي ممكن تلاقي بقى حاجات تبع الاعصاب بقى، تنميل وشويه ويكنس، هتعمل له سنسيشن، تيست بتاع السنسيشن، هتاخد منه هيستوري طبعا. بوستيريور انتريوسس نيرف ده طبعا برانش من الريديال نيرف، نفس الكلام برضو هتشوف السنسيشن والبين والموتور ديفيسيتس لو الحاجات دي. يعني في دلوقتي علشان تمشي صح في بين في القلبو، ممكن يكون بين ده اساسا تبع التنس قلبو، او ممكن يكون بين اساسا من قلبو تروما قبل كده، او البين ده مشكله في الاعصاب، وممكن يكون من فوق، من سيرفايكال من فوق. تمام. ده رقم واحد او رقم واحد واثنين، راديال تانل وبوستيريور انتروسس. ممكن يكون في خشونه في القلبو سورسرايتس، ولكن طبعا ده مش كومون، يعني حاجه مش كومون في القلبو يعني. تمام. بين ولوس اوف رينج اوف موشن، يعني هو هتلاقي اي ساين او سيمتومز بتاعت الخشونه يعني في القلب. فراكتشرز طبعا ده هيستوري فراكتشرز، ممكن تلاقي راديال فراكشر او راديال هيد فراكشر او الكرانيال فراكشر، اي فراكشرز من الفراكشرز دي ممكن تلاقيها موجوده. تمام. ممكن تلاقيها اساسا من فوق، بدل ما كان مشكله في النيرف معين مضغوط عليه من تحت، لا هو هتلاقي المرض جاي لك من فوق، الحاجه جايه لك من فوق ومسمعه تحت. تمام. سيرفايكال سبوندلوزس نفس الكلام برضو، ممكن يكون في مشكله في السيرفايكال ومأثره على الديسك ومسمعه تحت. فايبروميالجيا طبعا الناس دول اللي هم عندهم الام في كل حته، بيشتكوا في الام في كل حته في جسمهم، فايبروميالجيا. تمام. سيرفايكال راديكولوباثي نفس الكلام بتاعت السيرفايكال ديسك ديزيز، في بين راديتنج من فوق والنازل لتحت، في نيك بين زي اللي عندي دلوقتي كده يعني، وصداع بقى وسنسيشن وموتور ديفيسيتس وكلام من ده. تمام. يعني الخلاصه في ده كله انت هتمشي في اكتر من طريق، يا طريق بتاع النيرفات الراديال نيرف وكلام من ده مضغوط عليه من تحت، ده واحد، واخوه بالظبط حاجه من فوق جايه من السيرفايكال، سواء بقى ديسك او حاجه ضغط على النيرف روت من فوق، سيرفايكال سبوندوس، اي حاجه من الحاجات دي، او سكه تروما في القلب. والتروما طبعا هتجيبها من الهيستوري، والسيرفايكال حاجات من فوق السيرفايكال سواء ديسك او كلام من ده هتجيبها من الاكزامينيشن بتاعك، هتشوف السنسيشن، هتشوف البين، ممكن تشوف الريفلكسات. تمام. المريض بيصدع لما يقعد مش عارف فتره طويله مش عارف ايه، كل الكلام ده هتجيبه من الهيستوري. يبقى 3 طرق، الطريق الاولاني بتاع النيرفات، الطريق الثاني بتاع السيرفايكال من فوق، الطريق الثالث بتاع التروما. تمام. في طبعا حاجات ثانيه انا هاتها كده عشان بصراحه يعني انا هات شويه دول كده علشان ما اسيبهمش فاضيين. تمام. هو كان المفروض كنت اكتب التريتمنت فوق، ولكن انا قلت ايه دول هيبقوا فاضيين كده، لا انا هحط فيهم اي حاجه. فحطيت الاوت كام ميجرز، حاجات سكيلز بتشوفهم او بتعمل اسسمنت للمريض بيهم او التحسن. فيجوال انالوج سكيل ده بتاع البين، والنيومريك بين ريتنج سكيل NBRS ده بتاع البين برضه. تمام. والحاجات دي كويستشنيرز برضو ممكن تستخدمها، حاجات upper limb functional index مش عارف ايه، كل الكلام ده انا شايف كلام فاضي يعني، الا لو الناس اللي بتعمل ابحاث وكده بيستخدموا الحاجات دي. ولكن طبعا في حاجات ثانيه يعني الفيجوال انالوج سكيل ده حاجه سبجكتيف يعني مش اوبجكتيف. تمام. طبعا احنا هنقف لحد هنا، المره الجايه هنبدا في التريتمنت، وهنشوف المريض بقى ليه اكتر من طريق. ممكن ياخد طريق النون اوبرتيف تريتمنت وهو بنسبه كبيره 95% بينجح، وممكن ياخد الاوبرتيف تريتمنت. تمام. وغالبا يعني النون اوبرتيف هو اللي بيمشي. هنبص بصه سريعه تاني سريعه جدا ونشوف مراجعه سريعه. تنس البو اوفريوز انجري في الكومونيكال سنسور اوريجن اللي هم الجزء ده. تمام. اساسي فيهم الاكريل كيسنس كارباليس لونجاس. تمام. اكتر في الناس لاعبي التنس، ولكن مش شرط لاعبي التنس بس، لا الناس اللي بيستخدموا معدات تقيله، اي حاجه فيها اوفر يوز على الجزء اللاترال ايبيكوندايل او الكومونيكال سنسور اوريجن بيسبب تنس البو. الاسوشيتد يعني الحاجات دي الباثوفيسيولوجي ملهاش لازمه دلوقتي. ممكن يحصل معاه راديال تانل سندروم بيجيب اكتر او بتحسن في العلاج الطبيعي وكده يعني. سيمتومز هتلاقي بين او
هتلاقي بين بيزيد اكتر مع الريسيستد ريست اكستنشن، والجريب بتاعت المريض المسكة المريض بيبقى قلت او قليله. يعني المريض بيجي يشتكي لك يقول لك في عندي الم في المنطقه دي، فانت لو حطيت صباعك هنا هتعرف ان في بين بيزيد، هتعرف ان في تنس البو او لاترال ايبيكوندلايتس. تمام، ده التست الاولاني قلناه. الكوزنز تيست بيبقى المريض عامل فيست في ايده فور ارم برونيشن. تمام، انا بحط صباعي التاني هنا كده وبريزست الاكستنشن بتاع الريست. لو في بين بيزيد يبقى ده كوزنز تيست بوزيتيف. ميلز تيست بيبقى المريض واقف او قاعد عادي، نفس الكلام، اعمل فليكشن في الريست وبرونيشن، وعامل فليكشن في الالبو، وهو عامل كده بالوضع ده بخليه يعمل اكستنشن في الالبو. لو البين زاد خلاص انا ده بوزيتيف ساين. هنا الفكره بتاعت التست ده اللي انا بعمل ستريتش، والاستريتش ده بيستريس الجزء اللي ورا ده. ماوسليس تيست، التست الاخير ده خاص بالاكستنسور ديجيتورم ماسل، بريزست الاكستنشن بتاعه الصباع اللي في النص ده. لو في بين بيزيد يبقى خلاص بوزيتيف ساينس. اعمل اكس راي، ام ار اي، سونار. ديفرنشال دايجنوز عندنا 3 طرق. اول طريق بتاع الاعصاب، راديال نيرف سندروم، يعني انضغط عليه، بشوف بقى السنسيشن والبين والويكنس وكده، وغالبا ممكن ما يكونش هو يعني. رقم 2 حاجه جايه من السيرفايكال من فوق، سيرفايكال ديسك. رقم 3 اي تروما فراكتشرز في المنطقه دي، راديال هيد فراكتشرز او الكران فراكتشر في المنطقه دي يعني. وطبعا ده بيبقى من الهيستوري، هو يقول لك انا وقعت. يعني لو المريض وقع على كوعه وفي بين، انا ما اجيش اقول له انت عندك تنس البو، لا، هو دي تروما. تمام، يبقى مش تنس البو. تمام كده احنا خلصنا فيديو النهارده. يعني انا مش عارف هو هيطلع كام، ممكن يكون مثلا ساعه الا تلت. المره الجايه هنكمل التريتمنت بتاع تنس البو، هيكون برضو في نفس يعني حوالي 8 صفح كده برضو، او 8 صفح تمام. وهنزل لكم برضو الورق ده لو حد عايزه. ولو يعني الفيديوهين دول مشي وكده والناس حبت يعني الجو الجديد ده والتبسيط ده والحاجات الحلوه دي، يعني هنكمل كده. لو الناس ما عجبهاش هنكمل زي ما كنا ماشيين بالطريقه القديمه. اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.ผู้ผมแม่งฟักกิ่งเล็ดแต่ฉันเลิฟไม่ดิบดิบดิบดิบดิบเพชรผมโคตรวิบวับวิบวับผู้หญิงอยากจะเข้ามาจับเยอะจนผมโอนขึ้นมาแม่ฉันเลิฟไม่ดิบดิบดิบดิบดิบ She say I'm deep, okay. She know my deep, she wanna kiss me. I thought you big, all I need is on a trip. I buy a passive shaking, she told me dip. ฉันอยากshe up and kick, yeah yeah. รู้อยู่แล้วนะว่ากูมีอะไรแต่พอคนถามนะกูว่าไม่เท่าไรมันลองมองดีสร้อยทองเป็นกองดีแหวนเพชรนาฬิกากูไม่ได้ยืมใครกูยังก็วิบวิบ
Bye.